السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو معاك مليون ونص وبتدور على عربيه كروس اوفر في السوق المصري هتلاقي عربيات قليله جدا بتقدم لك قيمه مقابل سعر في الفئه السعريه دي. خلينا نعدي على كل عربيه فيهم ونتكلم عن السيفتي مارجن بتاع كل عربيه، ومن هنا نقدر نحدد الاعتماديه العامه بتاعه كل عربيه فيه. يعني هنقارن اقصى عزم بيطلعه الموتور باقصى عزم يقدر يستحمله الفتيس في العربيه دي. طيب، واول عربيه معانا وهي الكيا سيلتوس. لك ان تتخيل ان هي اعلى واحده في السيفتي مارجن، اللي هي الفئه الاولى اللي بتنزل بفتيس سي في تي. هو كيا حدثوا الفتيس ده وخلوه اللي هو الاي في تي، يعني بدل ما بقى بسير عادي بقى بجنزير، فبقى بيستحمل اكتر وبقى اعتمادي اكتر. العربيه دي للاسف بتنزل بموتور تنفس طبيعي ضعيف جدا بيطلع 145 نيوتن متر، فده رقم قليل قوي. الفتيس بتاع العربيه دي بيستحمل لحد 250 نيوتن متر، فتيس قوي جدا على العربيه، فدي حاجه ممتازه. ولكن تبقى واخد بالك ان لازم يتغير له زيت. هتلاقي ان السيفتي مارجن بتاعك حلو بنسبه 72%، وده اعلى سيفتي مارجن عندنا في الفيديو، ولكن برده مفيش فتيس سي في تي ما بيتغيرلوش زيت. بص حتى على الفتيس السي في تي بتاع كورولا، لو بيتغير له زيت كل 60,000 بتعيش لحد مليون كيلو، لكن لو ما اتغيرلوش زيت بيبوظ عادي جدا. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. تاني عربيه هنتكلم عنها وهي البيجو 2008. انا صراحه عايز اقول للي سعرها انت قلبك جامد بجد يعني، وانا مش هجاملك خالص اهو. العربيه دي فعلا مش قيمه مقابل سعر ابدا. العربيه دي بتنزل بموتور 1200 سي سي، نفس الموتور اللي بينزل في السي 4 اكس. تبقى واخد بالك بس ان الموتور ده هو بيطلع 230 نيوتن متر، والفتيس بتاع العربيه دي 6 نقلات بيستحمل لحد 300 نيوتن متر. عندنا هنا سيفتي مارجن حلو جدا، يعني قرب 30%. ولكن تبقى واخد بالك ان الفتيس بتاع العربيه دي 6 نقلات، اللي هو فتيس قديم، يعني عدى عليه الزمن خلاص. الناس كلها بقت بتروح للفتيس الثمانيه اللي هو الثمان نقلات الايسن، زي اللي موجود في السي 4 اكس بالظبط. دي نقطه. النقطة التانية ان الموتور بتاع العربية دي انت مثلا اللي هو انت مش بتجامله او بتجبي عليه لما تصينه كل 7500 كيلو. لا، ده لازم يتصين كل 7500 كيلو، ما ينفعش تصينه كل 10000 كيلو. اي رواسب في الزيت او اي زيت قديم العربية هتجيب منك مكنة على طول، فتبقى واخد بالك من النقطة دي. العربية دي محتاجة اهتمام كبير جدا، وكمان مش نازلة بأحسن فتيس في الفئة السعرية دي. يعني هتلاقي عندك السي 4 اكس بتنزل بفتيس 8 نقلات وارخص منها تقريبا بقرب ال 250 الف جنيه. فازاي يعني ازاي العربيه بتنزل بفتيس احسن وارخص؟ فانا مش عارف على ايه يعني. طيب، وتالت ورابع عربيه معانا وهما النيسان كاشكاي والرينو استرال. العربيتين دول بينزلوا بموتور نشيط جدا بيطلع 250 نيوتن متر، وبينزلوا مع فتيس سي في تي بيستحمل وقوي جدا ومحدث، واللي هو بيستحمل لحد 330 نيوتن متر. ولكن هنا في نقطه. الزيت بتاع نيسان ورينو يعني نازل من فوق، بيحارب الفيزياء. هو الوحيد اللي بيدوم مدى الحياه. دي انا ما شفتهاش بقى. تبقى واخد بالك ان مفيش فتيس سي في تي ما بيتغيرش الزيت بتاعه مش هيبوظ. فهنتعلم بقى من الدرس. مهما كان الفتيس قوي مفيش حاجه اسمها لايف تايم، والزيت بنكشف عليه بعد ال 100,000. ده كلام مصنع لا مؤاخذه عايز يبيع برضه. فتبقى واخد بالك كده ان العربيه دي لازم لو انت عايز تحافظ عليها الزيت يتغير على 60,000، زيك زي الكورولا زي الكيا. ما انتش احسن منهم في حاجه، زي السوبارو زي بقيه المصنعين. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. الفتيس متطور ومقلد قوي الفتيس بتاع الكورولا، بس الكورولا بتغير الزيت. انت بقى الزيت بتاعك ايه يعني؟ انا نفسي افهم ايه نوع الزيت الجامد ده، علشان بس المصنعين كلها تحطها في عربياتهم ما نغيرش الزيت بقى. يعني ما هو لو انت انصح مننا كلنا ماشي مفيش مشكله. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان الفتيس بتاع العربيه دي بيستحمل عزم قوي جدا لحد 330 نيوتن متر، والموتور بيطلع 250 نيوتن متر. فانت عندك هنا سيفتي مارجن 32%. ولكن انا عيب على الوكيل في العربيه دي ان هو مش بيغير الزيت. انت وكيل تقيل، فلازم تبقى عارف كويس قوي ان حتى لو الكيس دي تنفع مش هتنفع عندنا في مصر، لان احنا دوله حاره فيها كمان ترافيك عاليه، فيها ان انت بتقف وتتحرك كتير، تقف وتتحرك كتير، وده بيحمل على اي عربيه. طيب، وخامس عربيه معانا وهي البايك الاكس 7. العربيه دي ممتازه جدا، وانا شايف ان هي متوازنه في الفئه السعريه دي. العربيه دي موتورها بيطلع 305 نيوتن متر، والفتيس بتاعها ديول كلاتش ويت بيستحمل لحد 380 نيوتن متر. فهو الفتيس المحدث بتاع جيت راج، وانا شايف ان هو مناسب جدا على العربيه دي. فهو في السيف مارجن، يعني دي اكتر عربيه موزونه ميكانيكيا في الفئه السعريه دي. لك ان تتخيل يعني ان بايك اكس 7 هي فعلا اكتر عربيه موزونه في الفئه السعريه دي كلها. طيب، نيجي بقى لسادس عربيه معانا وهي كيا سيلتوس الفئه الثانيه والثالثه. العربيه دي بتنزل بموتور 1400 تربو مع فتيس 7 نقلات دراي. تبقى واخد بالك ان موتور العربيه دي بيطلع 242 نيوتن متر مع فتيس بيستحمل لحد 300 نيوتن متر. ولكن تبقى واخد بالك ان الفتيس دراي وما بيستحملش الحر،
يعني وعامل مشاكل في العالم كله، ولكن احنا برضو بنحب نلم ايه الحاجات اللي بتعمل مشاكل في العالم كله، بتتباع عندنا هنا كويس جدا. طيب نيجي بقى على العربيه اللي بعدها وهي الكيا الاكسيد. دي بقى حبت تعلي عليها شويه، فنزلوها بموتور 1500 سي سي تربو مع نفس الفتيس اللي هو بيستحمل 300 نيوتن متر، بس قووا الموتور شويه فخلوه يطلع 253 نيوتن متر علشان نقلل السيفتي مارجن ونخلي العربيه حساسه اكتر للحر. فتبقى واخد بالك برده من النقطه دي، ان العربيه دي برده هتغير كلاتشات كل شويه، خصوصا لو هتسوقها بسواقه رياضيه. تمام. نيجي بقى على الكينج الجامد، تمام، اللي هو تامن عربيه معانا اللي هي ايه الهيونداي توسان. دي حبت تعلي على اخواتها الاثنين بقى وتحط موتور 1600 سي سي تربو مع نفس الفتيس برده، تمام، اللي هو ايه الكومب ده عامل فضايح في العالم كله، وبيجي هنا عادي وما حدش بيتكلم عليه وما شاء الله وبتبيع. ازاي يا جماعه؟ مش عارف. العربيه دي بتطلع 265 نيوتن متر، والفتيس بتاعها بيستحمل برضه 300 نيوتن متر، وبيعمل مشاكل كتيره جدا في مصر. هتلاقي ان عربيات موديل 2025 مش بتبوظ كلاتش بس، لا بتبوظ بقى الاكتويتر نفسه بتاع الترانسميشن، ده ثمنه قرب ال 100,000 جنيه. ولو حد عنده اعتراض على كلامي يروح يسال ادمن الجروب بتاعكم، شوفوا غير كام اكتويتر للعربيه دي، تمام، غير كام اكتويتر للعربيه موديل 25 مش الموديلات اللي قبل كده. فتبقى واخد بالك ان العربيه دي حساسه جدا للحر ومش قيمه مقابل سعر نهائيا، تمام. فنبقى واخدين بالنا من النقط دي. العربيه دي هتغير منك كلاتش كل 40,000 كيلو، تمام، والكلاتش هيكلفك 50,000 جنيه لو بره الضمان. والاكتويتر تاني بقول لك اهو مش هتلاقيه جديد، وهتلاقيه استيراد وب 100,000 جنيه ومش مضمون كمان. طيب والاكتويتر ده بيبوظ ازاي؟ مسافه ما تتاخر على تغيير الكلاتشات او مع الغيار الكلاتش التاني او التالت بتلاقيه بايظ معاك، فتبقى واخد بالك ان انت لازم تبقى حساس قوي مع العربيه دي. طيب نخش بقى على العربيه اللي بعدها وهي الام جي الاتش اس اللكشري، تمام، اللي هي اول فئه. العربيه دي موتورها بيطلع 275 نيوتن متر، ويفتسها بيستحمل لحد 300 نيوتن متر، تمام. فهنا برده السيفتي مارجن عندنا قليل بنسبه 9%، فهو يا دوبك، تمام. فتبقى واخد بالك ان العربيه دي برده محتاجه محافظه عليها، يعني مش عربيه جري ومش عربيه قرص. زي برده ما هنيجي نتكلم عن الثلاث عربيات اللي بعدهم، الشيري تيجو 8 برو ماكس والاس 09 والاكس 90 بلس، الثلاث عربيات دول نازلين بسيفتي مارجن قليل جدا. الموتور بتاع العربيه دي قوي جدا، تبقى واخد بالك ان هو بيطلع 290 نيوتن متر، موتور 1600 بيطلع 290 نيوتن متر. الفتيس بتاع العربيه دي بقى بيستحمل كام؟ بيستحمل 300 نيوتن متر. فتبقى واخد بالك ان هو ايه يعني ماشي ببركه دعاء الوالدين. فالعربيه دي موجهه للناس اللي عايزه عربيه كبيره وواسعه وعائليه وهنمشي بيها محترمين، تمام، هنمشي بيها على السرعات القانونيه. لكن هتحمل في العربيه حموله كامله اللي هو 7 وهتبقى مشغل تكييف وهتقرص بالعربيه وتمشي بيها في الحر، لا، الفتيس ده كمان بيحصل منه مشاكل مع الضغط العالي ولو العربيه وزنها تقيل. علشان كده انا لما برشح ما تروحش تجيب عربيه 7 راكب غير وانت محتاجها، تمام. يبقى الخريطه هي يفضل ان انت تجيب اخف عربيه بموتور 1600 لو هتشتري من مصنع شيري او جيتور او الكلام ده، تمام. يعني حاول تجيب اخف عربيه 1600 تطلع في الحجم لو انت محتاجه، بس كل ما تطلع في الحجم لازم تبقى عارف يعني ان هو في الاغلب اللي بيطلع في الحجم بيبقى رب اسره كبير، فبيبقى عاقل، فتبقى سواقته طبيعيه. فالسواقه الطبيعيه عمرها ما هتجيب معاك مشاكل، لكن قرص بقى وتسارعات ونشد مع بعض والكلام ده لا، الفتيس مش هيستحمل الكلام ده، خصوصا لو انت محمل عليه. فتبقى واخد بالك ان العربيات دي مش عربيات سباق. وبس كده، انا كده خلصت، وانا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.